هنا يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الفل. الساعة دلوقتي 8:30 في مكان ما على جزيرة طاروت. في جزيرة طاروت أنا رايح المكان المؤدي إن شاء الله. رايح المكان المؤدي لقلعة طاروت. ده الطريق المؤدي لقلعة طاروت الساعة 8:30 الصبح. كيفكم عاملين ايه؟ كالعادة جعان جدا. اي والله. بصوا دي ايه، عربية انتيكا برضه. بصوا دي تقريبا من الثلاثينات او يمكن من قبل الميلاد. فورد. معرفش هل دي حقيقية ولا. بصوا ما شاء الله عاملة ازاي. دي من سنة كام دي؟ ما شاء الله. حاجة. يا عربية أثرية. أثرية بالمعنى الحرفي يعني. ما علينا. الأجواء جميلة في مدينة طاروت أو في جزيرة طاروت. أحلى حاجة إن مفيش ناس كتير. أنا من نوعية الناس اللي هي إيه، الشارع ده بتاعي أنا. محدش إيه، محدش يمشي فيه غيري. أنا من نوعية الناس دي. أحب كده أوي. بصوا يا جماعة الشوارع فاضية خالص. بس في الجزيرة يعني الجو بتاعها جميل. أول مرة أحس بالسقعة الصبح من ساعة ما جيت السعودية. أول مرة أحس بالسقعة الصبح. بس ده إيه ده؟ الجزيرة جميلة وتستحق الزيارة يا جماعة. أنا لسه طبعا ما استكشفتش أي حاجة. يعني يا دوبك لسه داخل من قيمة حوالي مثلا ربع ساعة. يا دوبك مشيت بس في الشارع رئيسي كده عقبال لما إيه شغلت جوجل وعرفت الطريق المؤدي لإيه. أدي مسجد الإمام علي بطاروت. أنا نفسي أعيش في الجزيرة دي والله برضه. الدنيا هادية جدا. دي الأجواء اللي أنا بحبها. ويمكن عشان الصبح. لا بس الصبح في الدمام مش في الدمام. هو أنا ما أعرفش التفصيلة ماشية إزاي بالظبط. بس أنا الصبح في الحتة اللي أنا ماشي فيها، اللي أنا قاعد فيها قصدي، تبقى زحمة يعني. عربيات كتير قوي و أو يمكن عشان دي جزيرة. بيقول لك عدد الناس اللي ساكنين هنا بيقدر ب80,000. يا لهوي. يا لهوي على الجمال. كيفك؟ هلا.
يا لهوي ايه ده؟ في حرباية فوق ولا ايه ده؟ الحيوان الغريب ده. بصوا شايفين التفاصيل؟ بصوا فتح عينيه اهو. ها؟ ايه ده؟ مين هذا الحيوان؟ والله مش مخطط اقسم بالله، ده انا وانا ماشي كده قلت. بس محل جميل جدا ما شاء الله. ايه ده؟ تعالوا كده بس ندور على اي مكان نفطر فيه الاول، وبعد كده نروح القلعة او نشوف ايه الاماكن المتاحة ان هي تتزار هنا. بس نشوف ايه مكان نفطر فيه يكون حنين كده، يكون ايه على قدنا يعني. هيا بنا. ايه الحال؟ ايه هذا؟ ايه؟ كاميرا؟ اه كاميرا. امال ايه؟ يوتيوب يوتيوب يوتيوب. كيف الحال؟ كويس. انت ده- يوتيوبر؟ لسه في البداية. بريك فاست هندي ده ايه صح؟ ايه جود جيد. ايه اوكي ثانك يو. واتس يور نيم؟ يور مصري؟ ايه مصري. عرفتني طبعا. مصري يتعرف. ايش اسمك؟ ماي نيم محمد منير علم. محمد منير. اسلام اخوك. ايه ما شاء الله عليك. الله يخليك. صباح الخير. هلا. صباح الخير. بالحال. كنتش متوقع اني الاقي بالسرعة دي، بس كويس ان انا فعلا كنت شوية وافصل. نجيب الاول عشان هم شكلهم هنا ما بيجوش لحد. مش عارف. ماشي. كيف الحال؟ اسمك ايش؟ بص عايز بس فيرست حاجة حلا. ماشي؟ تعالى كده انا اقوم معاك. بص وعايز واحد كرك الاول وبعد كده اكل. خلاص دي ماشي. وواحد كرك ماشي. شاي. شاي. ايوه كرك. بعد شاي كرك. بعد كده فطور. هشوف اكل ايه. اوكي يعني بعدين فطور. بعدين فطور. اوكي انا عايز واحد كرك دلوقتي. اوكي تبين وين؟ ايه هنا. تعرض انت؟ هنا. لا مش من طاروس. لا. وين؟ من الدمام. من العنود. تعرف العنود؟ لا انت كندري. ايه كندري كانتري اصلا. مصر. مصر مصري. كيف الحال؟ وين ركعت تشارجي؟ كانت تشارجي ليه؟ ركعت تشارجي
الورد كده. ايه؟ لا ده فور فان كده، يوتيوب فور فان يعني. إيه. وين ركبنا ولا؟ هنا. شرب شو الشاي؟ جايز جايز. هناك كرك ها. لا انت شكرا صديقي. تسلم. اسمها ايه؟ جلاب جامون. اسمها جلاب جامون مع شاي كرك. تعبان والله، بس الدنيا هنا الحمد لله رايقة شوية عكس الدمام. بسم الله. طعمها مسكر جدا، انا ما اعرفش انا باكل ايه. لا علينا، بس لازم اسخن بس الاول وبعد كده اكل، ان الحياه صعبه. طبعا انا بتكلم باريحيه لان كل الناس هنا هنود، مش معظمهم، فانا بتكلم براحتي. بس الناس دي حلوياتها رهيبه اقسم بالله، حلوياتهم جميله جدا. مسكرة جدا، ويعني ايه ما تنزعش من السكر بتاعها كويس. الجزيرة رايقة، بتحس ان هي اثريه، ويعني فاهم معظم الايه الشوارع هاديه جدا، ما فيهاش ناس كتير ماشيه. الكرك ده بيحطوا فيه حبهان، خلي بالك طعم الحبهان ويمكن انضف شاي كرك شربته من ساعه ما جيت، طعمه نضيف. بص كلهم اول لما شافوا حد معاه كاميرا وبتاع ويصور، كلهم عمالين ينادوا بعض، يقولوا بصوا على اللي عمال يصور نفسه ده، هو بيشرب ما عليه. ايه صديق، هذا فطور هندي. ايوه في هذا. شوف هذا صورني. عايز صور. سمعني موجود هذا بروتا. ايه ده؟ هذا بروتا. ايه عبارة عن ايه؟ ها؟ عبارة عن ايه؟ ايش جوه؟ ايش هو؟ سمسم خبز هذا. ماشي. مع ايه؟ ما خلونا هم بيت بالغان حيجي وماتي. ما يجي إذا سألونا يجي شوف هذا في عدس، في طريقة يسوي هذا عدس. يعني في عدس، في حمص، في سالونا. في حمص، في سالونا. سالونا حمص. حمص سالونا. ايش تاني؟ في بطاطس كذا. كل سالونا كذا. سالونا أكل. في سمك هذا، في لحم ثاني، في دجاج. هذا هو شيء حار هذا.
طب بص طب هات البطاطس اللي هي بطاطس اه تبقى بطاطس او سواء اللي هناك دي مع الخبز اوكي؟ ها؟ بطاطس يعني خبز هذا. تمام حبيبي شكرا. पराठा ले लो इसे ऐसा बनता है पराठा पहले ये इसमें ले लो पराठा زي ما بقول لكم احسن حاجه هنا جزيره طاروت. उन्ना चपाती है جزيره كامله فيها حوالي 80,000. بس الدنيا هاديه والدنيا جميله والجو معتدل جدا عكس العلامات خالص. المنطقه اللي انا قاعد فيها الجو معتدل. يعني انا لابس نص كم اهوت الصبح. بس بصراحه اللي كنت ساعان جدا وانا جاي في الطريق يعني. الراجل هو جاب الفطار عبارة عن خبز زي ما كنت اتفرجته وبطاطس. البطاطس دي بالخلطة بتاعتهم دي الخلطة الهندية. يعني ما علينا نجرب. هي تعتبر عينات مش أكل يعني. بس الخبز عامل زي ايه؟ الملمس والشكل بتاعه عامل زي الفطير. بسم الله. بقول لك براتا. الطعم جيد جدا يا جدعان. لا شكرا. مع الله ان شاء الله. ان شاء الله. يا بصوا دوت انا حاسس ان انا باكل فطير. هو فطير فعلا. فطير مش عيش. يا بصوا فطير مش عيش. طعم البطاطس بالخلطة بتاعتهم جيدة جدا. بس مش كمية. يعني هي يا دوبك ايه فطور خفيف كده. فطير يا جدعان مش عيش. هو قال لي خبز بس هو طبعا مش عارف يقول فطير. هو عبارة عن فطير. والطبق التاني مش عارف الالوان واضحة ولا لأ. بس هو ايه بطاطس بجزر. طعمه جيد جدا بصراحة. حاطط فيه زي يعني مش عارف حاطط فيه خضرة كده معينة طعمها غريب شوية. نفس الأكل عامة شكله نضيف. بس زي ما بقول لكم عينات. Got it.
عينات انتوا فاهمين القصة؟ طيب طب ايه؟ كيف الحال؟ كويس أوي أنت بلوجر هذا؟ ما شاء الله ما شاء حاجة الله زي كده. اسمك ايش؟ هذا 100 نفر هذا بقول لك ايه؟ خلاص؟ منير അവിടെ കഴിച്ചിട്ട് عايز امشي يا مدير عايز മുനീർ അവൻ ബ്ലോഗറാണ് പൊളിഞ്ഞിരുന്ന് കഴിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ മുനീർ അത് പറഞ്ഞോ വരുന്നേ والله في حاجات كتير هنا غريبة ब्लॉगर कम नफर मौजूद था هم؟ लाइव था ده اللي بيصور ده الفيديو वीडियो ده only this connected with this connected with this कम नफर هذا लाइव هذا लाइव لا لا ما लाइव यूट्यूब لا ما في यूट्यूब كم يا صديقي എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആ ദാലുണ്ടാ ستة 6 والله لا الشبكة والله أسعاركم كويسة جدا طب استنى പൊറോട്ട هذا 100 ده يا خدها على ضمانتك بكام ده يا صديق؟ റിയലി ايه خلاص كده كده كام 8 ريال كده؟ هذا سيم انडिया تمام حبيبي شكرا يا صديق نايس تو ميت يو السلام عليكم ان شاء الله هو كده انا اتفاجئت بالسعر بصراحه اكل جودته نظيفه جدا يعني الفطير اللي انا اكلته بتاع ده الفطير اللي انا اكلته بالحلويات بالشاي الكرك كل ده ب6 ريال وخدت دي كمان خدت دي كمان 2 ريال يعني كل ده 8 ريال حاجة اكلت اكل نظيف هي نعم مش كمية بس اكلت اكل نظيف كده انا عايز اروح الاول قلعة طاروت كده الواحد استعد يعني شوية من نشاطه عشان يقدر بس ايه اركز شوية باذن الله مطعم حوت الخليج دي قلعة طاروت على ما أظن أيوه مشروع تأهيل المواقع الأثرية دي قلعة طاروت صح كده وحمام أبو لوزة بقيمة 6 مليون وحوالي 800 ألف ريال مدة المشروع 21 شهر هينتهي إن شاء الله بعد 5 شهور وأنا والله ما أعرف أنا جيت هنا أبص الناس هي شغالين فيها يقول لك القلعة ديت بناها البرتغاليين ولاد البرتغاليين مش عارف طبعا سنة كام مش فاكر التاريخ خالص ولا اخش في جوجل ولا الكلام ده انتوا تخشوا بس هي قلعة اثرية جدا يعني كيف الحال؟ هلا والله بس هي قلعة اثرية جدا يعني قلعة اثرية جدا
يمنع الأشخاص الغير مصرح لهم. ولا حد كاتب على جوجل إن هي بتتصلح، ولا حد. ما علينا، بس جينا برضو يعني مبنى أثري قديم جدا. هي الجزيرة كلها تعتبر، الجزيرة كلها تعتبر أثرية. الجزيرة كلها تعتبر أثرية، يعني شكل المباني. يعني بصوا مثلا، ده جنب القلعة على طول. بصوا المبنى ده عامل ازاي، حاجات يعني. ده شكله حمام ابو لوزة اللي بيقولوا عليه ده، ولا ايه ده؟ بستان قصر طاروت. للأسف ممنوع الدخول. أنا جاي أساسا يعني من أولويات إن كان أجي هنا أصلا. بس شكل البتاع دي شغالة يعني. بصوا أهو شكل الحتة دي شغالة. أو شكلهم بيبيعوا هنا حاجات مجرد بيع بس عشان الوقت الصبح بدري جدا. قهوة جزيرة طاروت. شكل المكان جميل بصراحة. بصراحة الجزيرة كلها جميلة، أقسم بالله. الجزيرة وبصراحة شديدة، ما كنتش متوقع، والله ما كنتش متوقع إن جزيرة طاروت بالجمال ده. هدوء تام، هدوء تام. يعني في عربيات ماشية في الشوارع وفي حركة، بس حركة بسيطة جدا. بستان طاروت، بس حركة يعني، حركة مش زي الحتة اللي أنا قاعد فيها. مش زي قلب ال هو انا اولا ما اعرفش الدمام كبيره قد ايه، وما اعرفش هل القطيف تبع الدمام ولا، انا ما اعرفش التفاصيل دي والله. بس الحته اللي انا قاعد فيها بصراحه، الحته اللي انا قاعد فيها زحمه جدا. الحته اللي انا قاعد فيها الحته الحته اللي انا قاعد فيها زحمه جدا، يعني في الوقت ده مثلا ما تعرفش تمشي من كتر العربيات وناس كتيره جدا جدا جدا. يا دوبك هنا انا ما اشوفش بشر غير كل فين وفين. في الحال هنا ما اشوفش بشر غير كل فين وفين. ف لا، الدنيا هنا جميله يعني. بصوا بصوا يا جماعه، ده بستان قصر طاروت. حمام طاروت، موقع جزيرة طاروت، مطعم المنصورة. ما علينا، بس هو ده ممر السعادة اللي بيقولوا عليه. يعني بصوا، نخش كده ايه، نخش كده نشوف ايه انا ما اعرفش ايه ده والله. انا بس هو على جوجل. هاي، كيف الحال؟ كويس كويس. ايوه، مكتوب اهو ممر السعادة لجزيرة طاروت، عشان I am confused شوية. بص هنا كل واحد حاطط ايه، مساهمة ليه او شيء من هذا. ما اعرفش اذا كان في ناس ساكنة هنا ولا لا والله. بس ما علينا، نرجو الا نزعج احدا يعني. كل واحد مساهم بحاجة. فاهمين القصة. أنا عايز برضو ايه، ما مرش كده وخلاص افرجكوا على
كيف الحال؟ في حد هيساهم دي برضه. مش لازم أن تكون مساهمة، هي الفكرة إن هم يعملوا شيء جميل خاص بيهم، فاهمين القصة؟ أو يجملوا المكان، كل واحد يجمل المكان، كل واحد يجمل المكان بالإيه، بالشكل اللي هو شايفه أو بأي مساهمة. في هنا إيه ده بالظبط؟ مش عارف إذا كان ده مطعم ولا لأ. الساعة ايه قدامكم؟ 10 إلا تلت ولا 9 إلا تلت؟ بتهيألي 10 إلا تلت. 10 إلا تلت. عمل الفنان محمد عبد الغني، اسمه بيقول إن هو مصري، بالاسم كده بيقول إن هو مصري. فنانين برضو راسمين حاجات. ده خلي بالكم مش عمل، ده عمل تقريبا باكستاني او افغانستاني، حاجه كده. بصوا الكتابه مش عربيه. فين اللي عماله تنونو دي؟ انت فين؟ فين؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايش؟ هو المكان جميل بصراحه. بصوا البير ده، آية الكرسي. ما اعرفش هنا بيودي فين ولا هنا بيودي فين، انا ماشي كده وخلاص والله. بس يا لهوي عليا. الصلاة والسلام. دي عجلة ايه واحد سايبها؟ انا والله ما عارف انا ماشي فين ولا رايح فين ولا جاي منين، بس يعني تعالوا نجرب كده نشوف ايه القصة. الناس الجميلة جدا اللي انا ببعت لها تحياتي والله، الناس اللي خشت وعملت لايك وعلقت، شكرا جدا لتحفيزكم اقسم بالله. هو ده اللي بيخليني، بالرغم اني لسه ما عملتش اي حاجة، بس هو ده اللي بيخليني استمر، ان انا اجبر نفسي مهما كنت تعبان ومهما ان انا انزل وافرجكم على اماكن بروحها، او تتفرجوا معايا، تاخدوا رحلة معايا في الحتت اللي انا بروحها يعني. بص مثلا دي، خلي بالكم تكملة ممر السعادة برضو. اتمنى ان انا ما كنتش بزعج حد نايم، اتمنى والله. دي برضو تكملة ممر السعادة، خلي بالكم حاجات بس عايزة شوية ايه، شوية تنظيف. بصوا في ناس مساهمة بحاجات بسيطة جدا، بس هي الرمزية بس ان المكان دوت بتاعنا، وان احنا نهتم بيه، ان احنا نبتكر شيء. لا بس في ناس ورا والله يعني رسمة لوحات
شوف المكان ده سد ولا لأ، ولا ينفع نكمل فيه. ممكن يكون لأ، ده مكان سد فعلا. يعني بص، هي الرمزية بس يا جماعة، بس هي عايزة بس شوية ايه، شوية تنظيف بس، والمكان فعلا يبقى روعة. انا زي ما قلت لكم معرفش انا رايح فين ولا جاي منين، بس انا مستمتع بالاجواء. المكان مختلف، المكان فعلا اثري شوية. اوه 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 لولو، تعرفوا المذيع اللي بيقول اوه اوه لولو ده؟ انا مذهول والله. ايه الحتة دي؟ اوه لولو، يا الله. المكان اثري يا جدعان. اوه لولو، واوا ويوا، واوا ويوا والله. ايه ده؟ هل في ناس ساكنة هنا ولا؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف. تعالوا نستكشف كده. ايه ده؟ لا هو مكان حديث يعني، بصوا الحمام. بس ايه ده بقى؟ اخاف اطلع فوق بصراحة، يعتبروه اقتحام او شيء من هذا القبيل. اوه لولو، بص اللي واقفة هناك متربصة دي مرعوبة طبعا. ايه يا كوكو؟ ايه؟ ايه؟ خلاص خد خد. هي هي يا جماعة طبيعة المكان، لو انت مثلا معاك واحد صاحبك او حاجة وجاي هنا مثلا بكوباية قهوة ومش عارف ايه وتتمشى هنا هتستمتع يعني، هتغير جو، هتغير جو وايه، المكان مختلف. عامل عندنا، احنا عندنا في مصر، عندنا في مصر من الاماكن دي كتير. ده مسجد برضه، بس معرفش ايه اللي حصل هنا. بصوا، مسجد متهيألي يحتاج لترميم. بس النجف ده شكله قديم برضه. سد. هل شكل الطوب ده او نوعية بناء الطوب، ما اعرفش هل دي بيوت
جديدة وهدمت ولا بيوت قديمة جدا، معرفش. هسيب برضو الايه الحكم ليكو. لا بس من شكل الرخام والكلام ده بيقولوا ان هي بيوت جديدة. انجليزية تقريبا مفيش حد صاحي او مفيش حد موجود، ما تفهمش. بس الجو لذيذ يعني، انك انت بتصور براحتك كده، مفيش ناس طالعة عليك او ناس بتبص عليك. ده في حد ذاته شيء جميل يعني. اه ده ظهر جزيرة طاروت. اه انا كده عرفت انا لفيت فين. اوكي ماشي. ده يا جماعة مقهى طاروت، الظاهر ان هو تبع قلعة طاروت، يعني مكان لذيذ شوية. معرفش اذا كان شغال ولا لا. لا
لا مغلق، مغلق للأسف. قافل؟ مغلق؟ كيف الحال؟ راجل زي السكر. ده شاطئ الرملة البيضاء، وفي برضو أعمال ترميم وإصلاح ليه. معرفش كل لما نيجي حتة هنا لازم أن يكون فيها إيه، مش عارف في إيه النهاردة، ما علينا. تعالوا كده نحاول نوصل مع بعض للشاطئ كده. المكان خلي بالكوا ضحل، طبعا لو حسيت ان انا هتزحلق ولا يحصل لي حاجة مش هنعرف نوصل يعني، بس نحاول. طبعا واضح ان كانت المية بتوصل لغاية هنا. ايه ده؟ ايه اللي انا جيت فيه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ واضح ان المية لا، في مية كتير، مش هعرف اوصل. في مية، هغرز. حتى في واحد هناك اهو بيحاول يوصل. بصوا اسرع الاقدام. هي ممكن يكون ليها وصول من هناك من بعيد، احتمال. اوه اوه، ده بيتهز. خطر جدا. اوف، والله ما كنت اعرف. خطر جدا. بص بيتهز ازاي. الدراغي اللي فيه، الحمد لله اني خدت بالي. يا دوبك مسنود من الناحية دي بس. بصوا، عايز اوصل للمية بس، يا رب تكون المية ناشفة. ربنا يستر. أرض هنا إيه يعني، صعيبة خالص.
لا كويس، ماسكة نفسها إلى حد ما، إلى حد ما. أوف، الأرض بتلزق، والله بتلزق. ده شاطئ اسمه شاطئ الرملة البيضاء. حتى الأرض ملزقة لغاية هنا. أي والله أنا فاكر باينة من بعيد، باينة من بعيد إن هي رملة، لكن لأ، هي مش رملة خالص. بص كمية الطيور، الطيور الصغيرة، العصافير دي ولا ايه، والله ما عارف. اتمنى بس اتمنى ان انا ما اتزحلقش، ده كل اللي انا اتمناه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. معرفش هل ده ابو قردان ولا ايه ده بالظبط، ابو قردان وهو صغير، مش عارف. انا بجري اصلا وانا عمال ايه، شبه بتزحلق يعني.
دلوقتي أنا في محطة القطيف الرئيسية، وبروح رايح الدمام يعني. أتمنى إنكم تتابعوني، تعملوا اشتراك وتعملوا لايك، وتقولوا لي اقتراحاتكم، عايزين فيديوهات عن ايه، اعمل ايه، اروح فين. ارجو منكم المتابعة. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.